بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل ما نبدأ كده عاوزكم تصلوا على النبي. بيبدأ فيلمنا بعد سنتين من أحداث الجزء الأول، ولو ما اتفرجتش عليه ما تقلقش، أنا سايب لك رابط ملخص الجزء الأول في الوصف. وبنبدأ مع تومي اللي بقى شخص غني جدا بسبب الذهب اللي قدر يجمعه، وساعتها قرر إنه يسيب البلد بتاعته ويروح لمدينة كاريليا اللي كان عايش فيها زمان مع عيلته. لكننا بنعرف إن المدينة ديت بعد الحرب بقت تحت سيطرة الألمان، بس طبعا تومي ما بيعرفش الكلام دوت، وكل همه إنه يوصل لبيته القديم، وفعلا بيقدر يوصل لمكانه، وفعلا بيبان عليه الحزن بسبب فقدانه لعيلته. واول ما بيدخل البيت بيلاقي صورة ليه مع مراته وعياله الاتنين، ومن شدة حزنه عليهم بيلمس جدران البيت وهو متأثر جدا وبيدمع. وفي نفس الوقت دوت بنروح لسجن في ألمانيا، بنشوف فيه سجين اسمه إيجور وهما بيطلعوه من زنزانته، وبنعرف إن في جنرال من المخابرات السوفيتية اسمه ريكوت جاي عشان يقابله، وبيحكي له الجنرال على الحاجات اللي هو عملها، إن هو لما دخل فنلندا مع الجيش بتاعه حرق مدن وقرى كتير جدا، لكن وهو طالع من هناك قتل أمه وطفلين، ومن شدة جبروته قطع جثثهم. بس المفاجأة ان العيلة ديت تبقى عيلة تومي القائد الفنلندي اللي قدر لوحده انه يقتل 300 جندي وتحول لأسطورة قتالية فتاكة. وبيعرف إيجور ان تومي راجع لأراضيه مرة تانية ولازم يقتلوه قبل ما هو يقضي عليهم نهائيا، وعشان كده بيعرض عليه انه يدمر الأسطورة اللي هو صنعها في مقابل انه يرجع لبيته وكمان يبقى شخص غني. فبيتصدم إيجور من العرض بتاع الجنرال لكنه بيوافق عشان ياخد حريته. وفي اليوم التاني بنشوف تومي وهو بيكتب أرقام على الخشب بتاع بيته القديم، وبعدها بيبدأ يفك البيت وبيقضي اليوم كله يحمل الخشب بتاعه على العربية. وبيكون تومي عاوز يرجع للقرية الريفية اللي كان عايش فيها عشان يبني بيته الجديد هناك، وفعلا بيتحرك بالعربية. وبنعرف ان رحلته طويلة جدا وهيسافر حوالي 120 كيلو، لكن وهو في الطريق بيوقفوا اتنين من الضباط الألمان، بس تومي بياخد باله ان في عربية تانية جاية وتقف وراه، والضابط بيروح لتومي وبيسأله عن رخصته فبيديها له تومي، لكن الضابط بيروح يسلمها للشخص اللي موجود في العربية التانية واللي بنكتشف انه إيجور. واول ما بيبص إيجور في الرخصة بيتأكد انه تومي، وبيلاحظ كمان ان تومي حن لبيته القديم وعشان كده اخده معاه في العربية. فبيدي اوامر للضابط اللي جنبه انه يولع فيه هو والعربية، وفعلا بيروح الضابط للعربية التانية وبيشعل فتيل عشان ينفذ اوامر إيجور، لكن تومي كان متابع كل حاجة ومستعد ليهم. وبيلاحظ كمان ان في ضابط تاني بيجهز بندقية وبيقرب منه عشان يقتله، بس اول ما بيوصل عنده بيفتح تومي الباب في وش الضابط والفتيل بيولع فيه، وبيرجع بالعربية عشان يدوس على وش الضابط التاني، لكن المفاجأة انه بيطيره وبيدخله جوه عربية إيجور اللي بيتصدم جدا من جبروته. وبيمشي تومي بعربيته وبيسحب جندي ألماني معاه وبيديله يد بتفقده الوعي، لكن إيجور وقتها بيتعصب جدا وبيبعت عربية ضخمة وراه عشان يقتله. بس أول ما بيشوفه تومي بيصحي الجندي اللي معاه وبيخليه يزود البندقية بالرصاص بدل ما يقتله، وبعدها بيجري بالعربية شوية والجيش الألماني لسه بيجري وراه، لكنه بيقف فجأة قدامهم وبيفتح باب العربية، وأول ما بينزل من العربية الجنود بتفتح عليه نار وبتقتله. بس المفاجأة إن الجنود دي كلها بتموت في ثواني، وبيكون تومي لسه عايش وهو اللي وقعهم في الفخ بتاعه. وبعدها بيوجه تومي البندقية على عربية إيجور اللي بيتصدم جدا، وبيأمر الجندي اللي جنبه إنه يعمر البندقية، بس أول ما بيتحرك بياخد طلقة في نص دماغه من تومي بتخلص عليه، وبيكون إيجور في العربية من غير سلاح، لكن تومي بيسيبه يعيش وبياخد عربيته وبيمشي. بس طبعا ما بيعرفش إن إيجور هو اللي قتل مراته وعياله الاتنين، فبيترعب إيجور من جبروت تومي وبيستدعي فرقة الدراجات النارية الخاصة وبيأمرهم يروحوا وراه ويقتلوه. وفي الوقت دوت تومي بيقرر إنه يغير طريقه عشان يبعد عن المشاكل، بس إيجور عارف خطته وبعت الرجالة وراه بالموتوسيكلات وهو راح معاهم. وفعلا بعد مدة قصيرة بيقدروا يوصلوا لعربيته وبيحاصروه من جميع النواحي، فبيحاول تومي يضرب عليهم النار لكن الخوذ اللي كانوا لابسينها بتحميهم. وفجأة بيطلع جندي مسدس بيطلع خرز معدني وبيضرب طلقة في وش تومي، والعربية وقتها كانت هتتقلب بيه، لكن تومي قدر يسيطر عليها في آخر لحظة. وبعد شوية بيقدر واحد من الجنود إنه يطلع فوق عربية تومي وبيضرب عليه النار، بس هو بيدوس فرامل وبيطيره على كبوت العربية. فبيحاول وقتها الجندي إنه يقتله بالحبل بتاع آلة الجر، لكن تومي بيقدر يتخلص منه، وإيجور زعيمهم بيدوس على وشه، وبتستمر المطاردة بينهم، وتومي بيدوس على العربية في طريقهم عشان يقضي عليهم، بس الجنود بيفلتوا من العربية وواحد منهم بيطلع فوق عربيته وبيحاول يوقعه منها، فبيعافر تومي معاه لكن بيلاقي واحد تاني جاي عليه فبيفجره في الهواء بطريقة جامدة جدا. وبعدها بيرمي الجندي التاني من العربية لكنه بيتعلق في الحبل بتاع آلة الجر، وساعتها بيسحبوا تومي بالحبل لحد ما بيخلع دماغه من مكانها. وبيكون إيجور متابع كل اللي بيحصل وشايف رجالته هما بيموتوا كلهم على ايد تومي، فبيتعصب جدا وبيولع فتيل وبيرميه على عربية تومي عشان يولع فيه، بس تومي وقتها بيرمي عليه جثة الجندي اللي قدامه. والمفاجأة
والمفاجأة ان فيها قنبلة وبتنفجر في العربية وبتدمرها بالكامل. وساعتها بيجري تومي في الغابة وبيستخدم ورق الشجر عشان يطفي النار اللي في عربيته. وبنشوف ايجور وهو متعصب جدا وبيستدعي اقوى فرق عنده عشان ينتقم منه. المهم انه وقتها بيقف تومي بالعربية عشان يطمن على الخشب بتاع بيته، وبعدها بيزود بنزين في العربية لانه عارف ان رحلته لسه طويلة. وفي الوقت دوت بيسمع صوت طيارات في السماء، فبياخد الكلب بتاعه بسرعة وبيتحرك بالعربية من المكان. بس وقتها بتظهر فعلا 2 من الطيارات الألمانية اللي بعتهم إيجور وبيضربوا عليه نار. فبيحاول تومي يتفادى ضرب النار بأي طريقة ومش بيلاقي قدامه غير مخزن كبير، فبيدخله عشان يستخبى منهم. لكنه بيبقى عارف إن المخزن دوت مش هيحميه لمدة طويلة، وعشان كده بيبدأ يفكر في حل سريع يطلعه من المصيبة ديت. فبيلاقي لوح خشب قدامه، فبتجيله فكرة وبينزل يحطها على العربية. والطيارات الحربية وقتها قررت تضرب بالصواريخ، وفي نفس اللحظة خرج فيها تومي من المخزن قبل ما ينفجر بالكامل. وطبعا الطيارات بتفضل تضرب عليه النار، لكن اللوح اللي حطه تومي على العربية شال عنه بلاوي. وبعدها بيدخل تومي جوه الغابة عشان يقدر يهرب منهم، بس واحد من الطيارين قرر انه ينزل شوية عشان يقدر يوصله ويقتله. وفعلا بيلوح الطيارة وبيتحرك بيها لحد ما بيلاقيه وبيضرب عليه النار. بس فجأة بيقف تومي بالعربية وجناح الطيارة بيخبط فيها وبيدمرها بالكامل. فبيستغرب تومي لانه اصلا كان عاوز يدوس بنزين مش فرامل. وبعدها بيكمل طريقه، لما بيوصل عند اخر الغابة بيقف يبص على الطيارة التانية اللي تغفله. وبعد ما اتأكد انها اختفت من المكان بيتحرك بالعربية، لكن بعدها بنشوف الطيارة في السماء وهي بتراقبه. وبيستنى الطيار اللحظة المناسبة عشان يضرب عليه النار، لكنه بيتفاجئ الطيار ان الطلق خلص منه. فبيتعصب جدا وبيقرر انه ينزل بالطيارة كلها على عربية تومي وبينط من الطيارة. وطبعا تومي بيتصدم لكنه بيدوس فرامل بسرعة عشان يوقع الخشب قدام العربية. والمفاجأة ان الطيارة بتتزحلق من على الخشب وبتروح بعيد عنه وبتنفجر بالكامل. وساعتها الطيار بينزل بالباراشوت وبيكون مصدوم جدا من اللي حصل، فبيطلع مسدسه وبيضرب عليه نار. وتومي وقتها بيفقد اعصابه وبيروح ناحيته عشان يقتله، لكنه بيلاقيه بيضحك لما سمع صوت طيارة تانية بتقرب منهم. فبيتصدم تومي وبيجري يحمل الخشب على العربية وبيتحرك بسرعة من المكان. والطيار كان لسه بيضحك لانه متأكد ان القذائف ديت هتتضرب على تومي وهتقضي عليه. وفعلا القذائف ديت بتنزل من الطيارة لكن على دماغ الطيار وبتفرتكه تماما. وتومي بيحاول يتفادى الانفجارات العنيفة اللي بتحصل حواليه، لكن للأسف بيقع بالعربية في المية. وأول حاجة بيعملها تومي إنه بيحاول يتنفس وبيطلع الكلب بتاعه من العربية. وبعدها بيحاول يطلع هو وبيكون زعلان جدا على الخشب بتاع بيته القديم، فبيقرر إنه يفك الحبل بتاعه عشان يخليه يطفو على سطح المية. ولما بيحاول يطلع نفسه بيتقطع تحت المية وبيفقد الوعي تماما. والكلب بتاعه بيحزن جدا وبيدور عليه في كل مكان، لكن فجأة بيظهر تومي بعد ما الخشب رفعه على سطح المية. والكلب أول ما بيشوفه بيفرح جدا وبيحضنه. وبعد شوية بيوصل إيجور للمكان وبيبعت رجالته عشان يتأكدوا إنه مات فعلا تحت المية. فبيقول واحد منهم إن العربية موجودة لكن مفيش أي أثر لتومي ولا الخشب بتاعه. وساعتها إيجور بيلعن اليوم اللي قبله فيه وبيتمنى إنه يرجع السجن أحسن. وبالليل بنشوف تومي بعد ما صنع مركب من الخشب بتاعه وفضل ماشي بيه لحد ما بيوصل للشط، لكنه بيفرح جدا لما بيشوف دبابة مركونة قدامه. والمفاجأة إنه بيلاقي فيها أسلحة وقنابل هتساعده في رحلته. فبيبدأ يجهز نفسه عشان يعدي من الحدود السوفيتية لفنلندا. وما كانش يعرف ان ايجور وصل هناك ومستنيه عشان يقتله لانه عارف ان مفيش طريق تاني يعدي منه. وبعد فترة قصيرة بيتصدم ايجور لما بيشوف دبابة حربية بتقرب منه وبيتأكد ان تومي هو اللي جواها من الخشب اللي مربوط عليها. فبيأمر الجنود بتوعه انهم يجهزوا اسلحتهم عشان يقتلوه. وتومي وقتها بيولع في الفتيل بتاع القنابل اللي رابطها في الدبابة وبيتحرك ناحيتهم. فبتبدأ الجنود تضرب عليه نار وهم مصدومين جدا من اللي هو بيعمله. لكن الصدمة الكبيرة لإيجور لما القنابل بتنفجر وبتطير الدبابة من فوق الحدود السوفيتية. بس وقتها بيكون تومي جسمه اتدمر تماما من الانفجار وبيحاول يخرج من الدبابة. وأول ما بيشوف إيجور بيفرح جدا وبيطلع مسدسه عشان يقتله وينجز المهمة. لكن فجأة بيوصل الجنرال ريكوت وبيمنعه وبيقول له انهم عاوزينه عايش. وساعتها ايجور بيتضايق جدا وبيسحبه من رجله عند الجنرال وبيقول لتومي ان الاسطورة بتاعته هتنتهي النهاردة وبيديله رجل بتفقده الوعي. وبعد كام ساعة بنشوف تومي وهو بيتعذب وبيتجلد بكل وحشية بسلك الكهرباء. وبنعرف انهم واخدينه على قطر متجه لروسيا عشان يتم اعدامه هناك. لكن وقتها ايجور بيجي يتكلم معاه وبيقول له ان الاسطورة بتاعته ديت ما كانش هيبقى ليها اي وجود من غيري. وبيعرفه انه قتل الاف من الناس والاطفال لكنه مش فاكر حاجة منهم غير صراخهم. بس في يوم وهو بيقتل عيلة ريفية لقى ولد شجاع بيتحداه وقدر يعوره في وشه عشان يحمي عيلته. وبيكشف ليه ايجور ان الولد ده يبقى ابنك.
وبيقول له كمان ان الولد ده طالع شجاع زيك ولازم تفتخر بيه، وبيقول له كمان انه وقتها فقد اعصابه عليه وقتله هو واخوه وامه، وكمان قطعهم ورماهم للكلاب عشان ياكلوهم. ولما بيسمع تومي الكلام دوت بيتعصب جدا لدرجة انه بيجس على اسنانه لحد ما بيكسرها. وقبل ما بيمشي ايجور بيفهمه انهم واخدينه لروسيا عشان يتعدم هناك ويكون عبرة لاي كلب فنلندي يقف في طريقهم. وساعتها بيطلع تومي الاسد المرعب اللي جواه وبيرفع رجله لفوق وبكل قوته بيقدر يقطع الحبل اللي متعلق فيه. والحراس وقتها بتسمع صوت وبيكونوا خايفين جدا، فبيلعبوا لعبة طوبة ورقة مقص هما الاتنين عشان واحد منهم هو اللي يدخله ويقتله. وفعلا بيدخل حارس منهم وبيلاقي تومي فاقد الوعي تماما، لكن فجأة بيسمع الحارس اللي بره صوت ضرب نار وحد بيصرخ، وبيفتح الحارس الباب لزميله عشان يطمن عليه، لكنه بيتفاجئ انه ميت قدامه. واول ما بيشوف تومي بيرمي نفسه من القطر وهو ماشي. وفي الوقت دوت كان ايجور قاعد مع الجنرالات وبيستمتعوا كلهم بالعشاء. وساعتها ايجور بيطلب من الجنرال انه يديله مكافئته، فبيقول لي الجنرال انه هيديها له طبعا بس لازم يحتفلوا الاول. وفعلا بيبداوا يشربوا كلهم. وساعتها بنشوف تومي وهو بيتسلل العربيه التانية في القطر، لكنه بيتفاجئ ان الجنود نايمه فيها، فبيتحرك بكل هدوء عشان ما يصحهمش ويفرتكوا دماغه. لكن فجاه واحد منهم بيصحى وتومي وقتها بيستخبى لحد ما بيخرج الجندي ويروح الحمام. وتومي بيكمل طريقه بس الجندي بعدها بلحظات بيرجع وبيشوفه، فبيرمي تومي عليه الفاس وبيخليه ما يتكلمش تاني ابدا وبيكمل طريقه. بس فجأة بتقع ازازة ويسكي من جندي وهو نايم، وطبعا الصوت بدأ يصحي الجنود، فبيضطر تومي انه يستخبى منهم، لكن الازاز بيبهدل جسمه وحتى ايده بتقع في مصيدة الفيران. فبيتعصب تومي وبيقوم ياخد الفاس بتاعه من الجندي اللي قتله، وبعدها بيقفل الباب على الجنود اللي نايمين. بس لما بيراقب العربية التانية بيلاقي فيها جنود وكلهم بيكونوا صاحيين، فبيقرر انه يطلع فوق القطر ويعدي من فوقيهم، لكن حظه المنيل بيخبطوا كشاف عمومي وبيوقعوا في نصهم، وطبعا كلهم بيرفعوا عليه اسلحتهم وبيضربوا عليه النار. فبيستخبى في جثة جندي الماني لحد ما الجنود بيخلصوا الطلق اللي معاهم، وبعدها بيمسك رشاشين وبيبدأ يفرتك في الجنود والعربية كلها. وفي الوقت دوت بيسمع ايجور صوت ضرب النار، ولما بيروح يستكشف اللي بيحصل بيتفاجئ ان الرصاص دمر العربية الخلفية كلها. وطبعا بيتأكد ان تومي الملعون هرب وعاوز ينتقم منه، فبيضحك وبيفصل العربية بتاعته من باقي عربيات القطر. وفي الوقت دوت كان تومي بيخلص على كل الجنود، بس لما بيخرج بيتفاجئ ان ايجور هرب منه، لكنه بيلاحظ حاجة مستغطية جنبه. اول ما بيعريها بيكتشف انه صاروخ كبير، وفي نفس اللحظة ديت بيروح ايجور يقعد مع بقية الجنرالات وهو مبسوط جدا. لكن فجأة بيطلع سكينة وبيقتل بيها الجنرال اللي جنبه، وبعدها بيطلع مسدس وبيقتل بقية الجنرالات اللي موجودين في العربية. بس وقتها ريكود بيوقفه وبيطلع شنطة فلوس وبيقول له انا جبت لك هدية، فبيرد عليه ايجور وبيقول له انا كمان جبت لك هدية، فبيطلع بندقية وبيفرتك دماغه. وفي الوقت دوت الجنود اللي كانت نايمة طلعوا يستكشفوا ايه اللي بيحصل بعد ما اتفاجئوا ان القطر وقف. بس اللي بيفاجئهم اكتر ان تومي راكب الصاروخ وطار بيه عشان يكمل رحلة انتقامه. وفي الناحية التانية كان ايجور فرحان جدا بالفلوس، لكنه لقى القطر بيهتز بيه، فبيتأكد ان في مصيبة هتحصل. وفعلا تومي كان رايح ليه بالصاروخ، ومن شدة سرعته بيدخل ياخده بالحضن وبينزل ضرب فيه بكل عنف، بس ايجور بيقدر يتصدى ليه وبيقدر يكسر وشه. وللأسف تومي مش بيقدر يدافع عن نفسه وبيفقد الوعي، فبيضحك وقتها ايجور وبياخد شنطة الفلوس عشان يمشي، لكن توم بيقوم من تاني وبيهجم عليه وبيحاول يقتله. بس ايجور المرة ديت بيدمر جسمه تماما وبيضربه ضربة بالكوريك بتطيره من العربية. وفي اللحظة ديت بنعرف ان الصاروخ لسه سليم وموجود في القطر، وايجور وقتها بيطلع ورا تومي وبيقول له قول كلمتك الأخيرة قبل ما اقتلك. فبيوقع تومي من بقه الصامولة اللي كانت ماسكة الصاروخ في القطر، وساعتها بيتحرك الصاروخ ناحية ايجور وبيفضل وراه لحد ما بيقف قدام وشه. بس ايجور بيتنفس قدام راسه وبيخليه يسخن ويدخل في دماغه وبينفجر فيه ويريح البشرية منه. وبيكون تومي قدر يفصل العربية بتاعته من القطر وبيكون فرحان جدا انه انتقم لموت عيلته. وبعدها بكام يوم على الحدود الفنلندية بنشوف جنود وهم قاعدين قدام محطة القطر، لكن فجأة بيسمعوا صوت غريب بيقرب منهم، فبيمسكوا أسلحتهم بسرعة وبيستعدوا للقتال. وفجأة بيظهر قدامهم تومي وهو راجع ومعاه الخشب بتاعه، فبيتصدموا كلهم أول ما بيشوفوه لأنه جسمه كله متغطي بالدم والجروح الخطيرة. لكن تومي بكل هدوء بيطلع هويته وبيديها ليهم، وأول ما الجندية بتفتحها بتتصدم جدا ان اللي قدامها ده يبقى تومي الاسطوره اللي هزت عرش الالمان. فبيقفوا كلهم يدوله التحيه بكل فخر لانه عمل الجلاشه مع الالمان وكمان الروس. وبعد كام اسبوع بنشوف تومي وهو بيبدأ يبني البيت بتاعه مع كلبه،
لكن وقتها بيقرب منه سكان القرية وبيكون معاهم أسلحة معدنية كتير جدا، فبيمسك تومي الفاس بتاعته عشان يدافع عن نفسه، لكن بيتصدم جدا لما واحد منهم بيقول انت مش هتقدر تبني البيت ده لوحدك، وعشان كده احنا جينا عشان نساعدك. وبنشوف وقتها تعبير وش تومي اللي اتحول الى 180 درجة بعد الكلام دوت، لان محدش ساعده قبل كده، وبيفضل متجمد مكانه لانه مش عارف يقول لهم ايه او يشكرهم ازاي. بس الكراوين وقتها بيدخلوا على تومي وبيساعدوه في بناء البيت الجديد. وبكده نكون وصلنا لنهاية حكايتنا، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان يوصلكوا كل جديد، واستنونا في حكاية جديدة، ومع السلامة.